بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا ابو البنات مبروك جالك بنت. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يا ابو البنات يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. جاء بذكر البنات قبل ذكر البنين في الآية، وأخبرنا أن هذه هبة، عطية، منحة، هدية. هل شكرتم الله؟ بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي، إن كان لي من فتنة في العمر فهي يا ابو البنات فتنتي. انت ما تعرفش الخير فين. يا ابو البنات يا ابو البنات ما تزعلش مراتك وما تسخطش على النعمه العظيمه اللي ربنا ادالك. ده انت ربنا اداك كنوز والله العظيم. انتبه انتبه انتبه. قبل الإسلام كانوا يئدون البنات. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان العربي الكافر إذا بشر بالأنثى اسود وجهه، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وأمامه خيار من خيارين: إما أن يمشي يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، وإما أن يدسها في التراب. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صور من الواقع. كان في واحد مراته خلفت، فبيقول لها خلفت ايه؟ بنت اعوذ بالله، وسابها وغضب وهجرها، وبنته تكبر شهور سنه اتنين تلاته ما يبصلهاش ولا يقربلها، بيكره البنات جدا. فمره حن كده قال ايه؟ قال طب انا اجيب لها شويه بونبوني معايا وانا مروح ولا اي حاجه. فروح بعد ما روح مراته نزلت لمشوار ضروري وسريع، فادى البنت البونبوني، قال لها انا جبت لك بونبوني. فالبنت قامت بحنان البنات بقى، باست بقه وباست وشه وباسته وحطت راسها عليه وشويه، وفجاه حط لها البونبونيه في بقها. فجاه حس ان الدنيا اسودت وانه داخ وانه بدا يعرق وبدا يرتعش وبدا ايده تبرد، وحس ان الدنيا ساعه وخلاص ايقن انه ميت لا محاله، خلاص مفيش فايده، هيموت. وبص لبنته كده وحس بالذنب تجاه بنته وان هو حرمها من حنان الابوه، وبعد كده بدا يروح خلاص في غيبوبه الموت. بنته الغلبانه الصغننه اللي عندها 3 سنين مش عارفه تعمل ايه، عايزه تعمل حاجه لابوها، قلبها كله حنان على ابوها وابوها جاحد، مش عارفه تعمل ايه. فهو بق على كده وفتح بقه وشالت البونبونيه من بقها حطتها في بق ابوها. فلما جت مراته ونقلوه المستشفى وانقذوه، طلع ان اللي جاله ده غيبوبه بسبب هبوط السكر في الدم، ولولا البونبونيه اللي بنته حطتها في بق ابوها فبدا يمص الجلوكوز اللي فيها كان مات في غيبوبه السكر، هبوط السكر في الدم ده. سبحان الله العظيم. إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. فبعدها طبعا اتقهر على ان بنته ده ربنا اداله رساله، ده هي اللي انقذت الكتاب. مما جنيت عسى تعود بما رضا. انت ما تعرفش الخير فين. بكت عيني على ذنبي. يا ابو البنات لو واحد فينا ربنا وهبه كل ذريته من البنات، يمتلئ غما وحزنا، وامه تقول له هي السبب، فلانة مراتك اتجوز عليها، دي ما بتجيبش غير بنات. يا ابو البنات ما تزعلش مراتك. إلى الآن فينا هذه الجاهلية ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابو البنات ده انت ربنا اداك كنوز والله العظيم.
اداك كنوز. عبد الله. البيت اللي فيه بنت بيت فيه الجنة، بيت فيه الجنة. أبدأ يومي دائما بقبلة من طفلتي لأنني أعود طفلا بعد تلك القبلة. وحينما أعود من دوامة الوظيفة وأدخل البيت أرى بنيتي حبيبتي قد فتحت أذرعها. بابا أتى يا فرحتي. انا ربنا رزقني بنتين، مريم وساره، والله العظيم قسما بالله بعد ما رزقت مريم بنتي كنت بدعي ربنا، بتوسل لربنا انه يرزقني كمان بنت. ليه؟ عشان دول طريق للجنه، ده كل بنت في حياتك دي طريق للجنه، وربنا يرزقني يا رب البنت الثالثه يا رب كمان، يا رب اللهم امين. والذكور والاناث طبعا ده كل دول يبقوا دعاء لله. اللي ربنا اكرمه بالبنات فليعلم ان الجنه في بيته. عبد الله. انت لا تدري في اي الجنسين يكون الخير، انت عارف خيرك في خلفة البنات ولا الصبيان؟ ما ياما الذكور شربوا اهاليهم مرارات من كؤوس الهوان، فرحان بالذكر. ما ياما صبيان جرعوا الاباء والامهات مر وعلقم. انت عارف خيرك فين يا مولانا؟ صور من الواقع. انا كنت اعرف واحد كان ولد جه بعد 6 بنات، الولد ده انا اعرفه والله العظيم اعرفه. الولد ده من كتر ما ابوه دلعه كب شركه بنزين على ابوه وولع في ابوه، ولع في ابوه وبعد كده فأي نعيم في رحيلك يا أبي، وأي حياة بعدما غبت أرتجي. ربما كان الولد سبب لشقائك ولهلاكك. يعني انت ممكن تتمنى الولد ويبقى شقائك فيه، ولنكبتك ولتمزيق قلبك ولتفتيت كبدك. وربما كانت البنت مفتاح الخير والسعادة لك ولأمها في الدنيا والآخرة. ألا تعتبر ببنات شعيب؟ ألا تعتبر ببنات شيخ مدين؟ ألا تعتبر بفاطمة بنت محمد؟ ألا تعتبر بمريم عليها السلام؟ تزوجت ابنة شيخ مدين من موسى عليه السلام، فكان لها ولأبيها شأن بسببها. هذه الرفعة، هذه المكانة من أين جاءت لشيخ مدين؟ شفت خير شيخ مدين كان عن طريق مين؟ بنته. بقى حمى لرسول من أولي العزم. لو الرسول خدمه 10 سنين، خدمه 10 سنين، نظير أن يكون ده مهر لابنته. ثم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ذرية النبي الباقية إلى الآن كلها عن طريق من؟ عن طريق أنثى، عن طريق فاطمة. ثم مريم عليها السلام تمنت أمها وهي حبلى أن ترزق بذكر ليخدم في بيت المقدس. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فرزقها الله بأنثى أفضل من 1,000,000 ذكر. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. فورية يعني أول ما وضعتها، أول ما ولدت وبدأت تبص عليها كده، ايوه ابني بقى، ابني اللي اتولد ده اهو، الذكر اللي انا هخليه يطلع مجاهد ليك يا رب، اللي انا هخليه يملى المسجد الاقصى عباده يا رب، اللي انا هخليه داعيه ليك يا رب، اللي هخليه من سننه بيت المقدس يا رب. ابني يا رب الوسيله اللي انا هوصل لك بيها، ابني اللي انا هسترضيك بيه، القربان اللي هقدمه لك عشان تحبني يا رب. بتبص جنبها، ايه ده؟ ايه ده بنت، ربي ابني وضعتها انثى، ده طلعت بنت يا رب. مريم عليها السلام. وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب إني وضعتها أنثى، دي زعلانة، هي زعلانة ليه؟ زعلانة عشان بنت، زعلانة عشان كان نفسها في ولد يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله ويتفرغ لبيت المقدس، للمسجد الأقصى، لفلسطين، امرأة فلسطينية وكل همها تحرير فلسطين. ابني وضعتها أنثى كلمة فيها حسرة، مش قهرة، مش زعلانة إنها بنت، مش لأنها عايزة ولد عشان ولد، لا ده هي مش عايزة ولد زي الولاد اللي خرجوا امبارح في مظاهرات فوز مصر في كأس الأمم، خارجين في الشوارع للفجر والبنات يرقصوا على العربيات والبنات يقعدوا على شنط العربيات والولاد يرقصوا. هي مش عايزة ذرية كده، هي مش عايزة ذرية كل شغلهم لئن أدركت فالنتاين، ليلة فالنتاين ليرين الله ما أصنع. لا لا لا، ده هي عايزة رجالة،
ده هي عايزه ناس تعمل لدين الله. رب اني وضعتها انثى. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. هي بتدعي، هي بتكلم ربنا. خدي بالك من الحته الخطيره دي، هي مش بتدعي، ده بتناجيه، ده بتكلم. طب ما ربنا عارف انها وضعتها انثى، طب ما ربنا عارف ان الذكر مش زي الانثى، طب ما ربنا عارف ان اسمها مريم. ده بتكلمه، ده عايشه معاه، ده قلبها معاه ليل نهار. يا من وهبكم الله عز وجل نعمة عظيمة، لو اتقيتم الله فيها لفزتم بسعادة الدنيا والآخرة، وإن لم تتقوا الله فيها لتحولت هذه النعمة إلى نقمة ولكانت وبالا عليكم في الدنيا والآخرة. عالم بيقول لكل أب متضايق إن خلفته بنات أو إن ربنا بيرزقه بالبنات، بيقول له يا هذا إن كل شيء بقضاء الله وبقدره، فالله هو الذي خلق الذكر وهو الذي خلق الأنثى، وعدم رضاك بخلفة البنات طعن في قضاء الله وقدره. انت ساخط على ربنا ليه؟ من الذي أهداك بنتا؟ من اللي أكرمك ببنتين وبثلاثة؟ الله. ساخط على الله ليه؟ أولم تسمع إلى قول الله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. كل حاجة عند ربنا بحساب، كل حاجة عند ربنا بحسبان، كل حاجة عند ربنا بميزان جل جلاله. أصلا أنا كنت عايز ولد، يا أخي ربنا هو الذي يعطي ولد أو أنثى. وأنا بقول لكل أب زعلان من مراته قوي عشان خلفت له بنت ورا بنت ورا بنت، الله انت كل خلفتك بنات، زعلان قوي منها. انا بقول له يا هذا انت ساخط على ربنا ليه؟ عشان خلفتي كلها بنات. ليه؟ هو انت اديت ربنا عربون ذكر فاعطاك انثى؟ هو انت خلقت؟ هذه منحة يا عبد الله. اسمع الى قول ربنا في شأن مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يبقى لما ربنا يديك بنت لا تسخط، لا تشكو، لا تتبرم، افرح واسجد شكرا لله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم ما ذنب هذه الزوجة المسكينة حتى تعامل بهذه المعاملة القاسية الفظة كلما أنجبت بنتا؟ مراتك ذنبها إيه؟ تسود أيامها ليه؟ ذنبها إيه المسكينة دي؟ هي لو كانت تقدر تجيب لك ذكر عشان تفرحك لفعلت. قف أنت في مكانها. هل تستطيع أن تخلق لنفسك ذكورا أو إناثا أو نملة أو ذبابة؟ يا عم الحج الأمر لا في إيديها ولا في إيديك، الأمر كله بيد من؟ بيد الملك، يخلق ما يشاء. يا كل زوج ساخط على البنات، اعتبر بقصة أبي حمزة الضبي، رجلا من العرب يكنى بأبي حمزة الضبي، تزوج امرأة فولدت بناتا فتركها ونكح أخرى فرزق منها ذكرا، فقعد عند أم عتريس وسايب أم ستوتة، قاعد لابت في خباء أم الصبيان ونسوا أم البنات. وفي مرة مر على خباء أم البنات وهي بترقص البنت وبتلعبها وبتقول مالي أبي حمزة لا يأتينا وهو في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين والله ما ذلك في أيدينا وإنما نأخذ ما أعطينا ونحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا ما قد زرعوه فينا. فلما سمع أبو حمزة هذه الأبيات غلبه الحنان الأبوي
وعطف على خيمة أم البنات فقبل رأسها وقبل البنات وضمهن إلى صدره. أحمل بنتي عاليا بأذرعي كالنجمة، أسألها من جاءكم تقول جاءت جدتي. السخط على إنجاب البنات شعار الجاهلية، دي أخلاق أبو جهل، دي أخلاق أبو لهب، دي أخلاق الكفار، الجماعة الكفرة قبل الإسلام. اسمع العجب، لما كان واحد ربنا يديله بنت وتيجي الناس تهنيه يقولوا ايه؟ أمنك الله عارها وكفاك مؤنتها وصاهرتم القبر. الله يخرب بيتك، دي كلمة. وهذا آخر ولدت امرأته فقال للقابلة ها عجبت ايه؟ دي كلمة وحشة قوي، هي ما بتجيبش، هي بتجيب من عند البقال، ربنا هو اللي بيبعت. قالت أنثى، قال أنثى بنت، والله ما هي بنعم الولد، نصرها صراخ وبرها سرقة. دي لما ابوها يتخانق وتحب تنصره تقول يا له وتصوت، ولما تحب تبره تسرق فلوس جوزها وتوديله. ده كلام أهل الجاهلية الكفرة، مش كلام الإسلام. حتى أن الشاعر العربي الجاهلي قبل الإسلام بيقول إيه؟ لكل أبي بنت يراعي شؤونها 3 أصهار إذا حمد الصهر، فبعل يراعيها وخدر يكفنها وقبر يواريها وخيرهم القبر. أعوذ بالله. ويقول آخر لصاحبه بعدما سمع أنه رزق بأنثى قال له إيه؟ جعلت فداك من النائبات ومتعت ما عشت في الطيبات، سروران ما لاهما ثالث، حياة البنين وموت البنات. أعوذ بالله. وأصدق من ذيل قول الحكيم دفن البنات من المكرمات. شفت العرب الكفار كانوا بيبصوا للمرأة ازاي؟ يا اخوانا يا من رزقتم بالبنات لا تسخطوا على عطية الله، لا تتبرموا على هبة الله، اقبلوا هدية الله واشكروه عليه. ربي يكون أنت المهيمن والمعين، أنت المعين، أنت العليم بما نكن، وأنت وحدك من يصون، وبما كسبنا لم تؤاخذنا، ووحدك من يعين. ربي يكون أنت المهيمن والمعين، أنت المعين. كاف ونون خلقهم وفناؤهم، كاف ونون، أوليس هذا آية لله لورات العيون، لورات العيون. ربي يكون أنت المهيمن والمعين، أنت المعين. ما شئت ربي يكون أنت المهيمن والمعين، أنت المعين.